سلام وحبايبي القديسين والقديسات، برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ليه وإزاي. والحلقة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم على الخطية الجدية، وإن احنا ورثنا الخطية، وحكينا الحكاية بتاعة العصفورة اللي كانوا اتحبسوا جوه القفص. فالولد بعد ما اقتنع طبعا وقال لي ما انا اتولدت جوه القفص يعني، فانا ما زلت محبوس وكان لازم ربنا يجي ويفك الحبس بتاعي يعني. فبصيت لقيته بيسألني، بيقول لي طيب هو ما كانش ينفع ربنا يقول لآدم خلاص يا آدم أنت أخطيت أسامحك، ويسامح كده آدم والموضوع يخلص ليه يا مستر؟ بس يعني كان الموضوع يخرجوا بره الجنة ويموتوا، وبعدين المسيح ينزل على الأرض ويتجسد، وكل القصة ديت ليه ربنا ما قالوش خلاص أنا مسامحك يا آدم؟ وأكيد آدم ندم ولا ما ندمش ولا إيه؟ قلت له يا حبيبي طبعا آدم ندم، بس ربنا كلمته واحدة. ينفع ربنا يقول كلمة ويرجع فيها؟ هو قال لآدم وحواء كده: يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. موضوع خلصان يا حبيبي، وكلمة ربنا كلمة واحدة. وعايز أفهمك حاجة مهمة جدا من صفات ربنا، إن هو عادل جدا. العدل عند ربنا دي صفة أساسية، وهو كمال العدل عنده، ما ينفعش يرجع في كلامه خالص. بس جنب ديت هو بيحبنا قوي، وجنب دي نقدر نقول هو حنين علينا قوي. عشان كده كانت فكرة إن هو ينقذنا من الهلاك ومن الموت كانت فكرة أساسية، وربنا دبر ليها ودبر لنا فكرة إن ربنا ينزل ويتجسد. فكرني الموضوع ده بقصة احكيها لكم، بتتكلم عن خادم أعرفه كويس قوي. الخادم ده قرر إن هو يعمل رحلة لمجموعة ولاد موجودين معاه في الكنيسة، وبعدين هو قال لهم حبايبي النظام بتاع الرحلة هنشترك كلنا، وهنتحرك الساعة كذا من المكان، وهنروح المكان الفلاني، وبعد كده هنرجع. وراح منبه تنبيه، لأن المكان ممكن كان قريب شوية على الكنيسة اللي هو كان موجود فيها. نبه عليهم تنبيه وقال لهم محدش يجي مواصلات، ولو حد جه مواصلات أنا هرجعه تاني لوحده. فعلا اتحرك بالرحلة وراح على المكان وفضل موجود فيه، بس اتفاجئ الخادم بإن في أولاد ما سمعوش الكلام، أشقية برضه، جم مواصلات. فالخادم عدى الموضوع خالص كأن مفيش حاجة. وبعدين جينا للحتة اللي هي المهمة بقى. خلاص الرحلة بتتجمع علشان خاطر هيمشوا من المكان، وكان من الدنيا ليلت والمكان مش آمن قوي يعني عشان خاطر يخليهم يرجعوا في المواصلات لوحدهم. فكان الخادم واقف ما بين حاجتين: حتة إن هو يكسر كلامه وقدام كل الخدمة وقدام كل الولاد، وده هيسبب في إن بعد كده أي رحلة تطلع ممكن هرجلة، لو هو قال محدش يجي مواصلات ممكن الرحلة كلها تيجي مواصلات، أو عدم سماع عن الكلام. خلاص ما هو المستر طيب وبيقول خلاص والموضوع بيخلص يعني. وما بين إن هو لازم ينفذ كلامه، وفي الحالة ديت الولاد هيرجعوا في المواصلات والموضوع مش آمن، هيبقى فيه خطر يعني عليهم. الخادم ده راح مطلع كل الولاد في الرحلة، طلعهم من الأتوبيس واستبقى على خلى الولدين دول يبقوا موجودين لوحدهم، واطمن إن باقي الخدام ركبوا، وقال لهم توصلوا الولاد للكنيسة، وأخد الولدين وركب هو معاهم مواصلات وراح موصلهم لبيوتهم. طبعا هو ماشي معاهم في الطريق قعد يفتكر فكرة الخطية الجدية، وفكرة إن ربنا نزل واتجسد عشان خاطر يرجع ولاده تاني، وليه ربنا ما سامحش وكان الموضوع يبقى سهل يعني. ففكرة إن ربنا بيحافظ على كلمته ويحافظ على عهده ويحافظ على الوصية بتاعته، دي فكرة مهمة جدا، ولازم إحنا كمان نحفظ وصية ربنا ونحافظ عليها ونشتغل بيها نعمل بيها. دي حاجة مهمة، الكلمة اللي تتقال لازم تتسمع. يعني الخادم ده الولاد لما قال لهم كله يجي في الباص وكله يشترك، لو كله كان سمع الكلام ما كانش هيبقى فيه الموقف اللي هو كان صعب على الخادم وعلى الولدين اللي هم موجودين دول. احنا عندنا وصايا كتيرة موجودة في الكتاب المقدس، محتاجين كمان ان احنا نحفظ الوصايا دي ونشتغل بيها، واي كلمة ربنا بيقول لنا عليها لازم نقول حاضر، ويبقى في طاعة حلوة جدا.
وده هينقلنا للآية الجميلة اللي موجودة في إنجيل يوحنا بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به. دي موجودة في إنجيل القديس يوحنا إصحاح 3 آية 16. ربنا يكون معاكم ويسندكم. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام يا حبايبي.